اهلا بكل بنات قمر 14 معايا، كل سنه وانتم طيبين. احنا طبعا في رمضان قاعدين عمالين بنتكلم على العبايات، بس لازم ما ننساش حاجه مهمه، العبايه التقليديه او العبايه السوداء بس بشكل جديد ومختلف. العبايه دي في ناس ما بتحبش تلبس غير اللون الاسود، فعلشان كده انا جايبه لكم عبايه وهنشوفها مع بعض دلوقتي وان شاء الله تعجبكم. شايفين مع بعض اللون الاسود طبعا هو يعني الملك على العبايات. متوج كده، لون متوج. العباية معروفة انها بتبقى سودة، في ناس ما بتحبش تدخل في اللون الاسود معاه لون تاني. العباية دي بقى ميزتها انها اسود بس فيها فكر جديد او شكل جديد. هي عبارة عن تلبيسة شيفون وعليها فراشات الاورجانزا والدواير، عليها زي اكسسوار بس بنفس اللون. هي طبعا فكرتها جديدة ولطيفة، ان هي الشغل بتاعها رقيق وسامبل، كلها بسيطة، كلها اسود. زي في ناس كتيرة بتفضل اللون الاسود يغلب على العباية او يبقى كلها لون اسود. انا بفكركم دايما ربطة طرحة العباية مفيش داعي انها تبقى فيها حاجات كتيرة قوي او تفاصيل كتيرة، علشان العباية بتحب الحاجة تقليدية شوية لان هي زي تقليدي. بس هي العباية دي ميزتها انها خرجت عن التقليدي شوية بالفراشات او بالاكسسوار المحطوط فيها من نفس القماش. علشان كده انا عملت ربطة تقليدية بس حطيت الشغل اللي فيها قدام شوية، مديه كده لوك لطيف للوش. والربطة دي هتليق على وشوش يعني الطويلة والرفيعة اكتر منها المليانة، على اساس ان الفراشات عاملة فوليوم شوية او مكبرة شوية. لو وشك مليان هتبقى مكبرة قوي، فمفيش داعي ان انتي تعملي الربطة دي.